وواعيين على الفن وما أدراك ما الفن. وعلشان نكون في قناة الحدث مهم جدا نختار شخصيات وفنانين عندهم قيمة كبيرة، قيمة من الفن والرقي والثقافة. مش كل فنان بيتقال عليه فنان بيطبل وبيغني وبس. الفنان فنان مثقف عنده أفكار، مش عيب أبدا يكون عنده أفكار جريئة. ضيفتي النهاردة فريدة من نوعها جدا، الكل حطها وضع انتقاد، انتقدوها، هاجموها. هل هاجموها علشان هي جريئة؟ هل هاجموها علشان أفكارها متحررة؟ هل هاجموها علشان عندها فكر وثقافة فنية، عندها وعي؟ قالوا عليها خواجاية وشعرها ملون وحركاتها حلوة ودلوعة، ما اختلفناش. هي لبنانية حقيقي، إنما معجونة بتراب مصر، عشقت مصر وحبتها زي ما أنا بحب بلدي بالظبط، وزي ما مصريين كتير بيحبوا مصر. موجودة في مصر، بتغني لمصر ولكل الشعوب العربية، حابة فنها. جاية النهاردة وبشكرها على دعوتها دي علشان تكلمني على جرأتها وعلى الانتقادات اللي وصلت لها، وليه كمية الانتقادات الكبيرة اللي على دولي شاهين. يعني يا جماعة دولي شاهين هي بس الانتقادات كلها. اهلا بيكي الاول واسعدتيني، ويعني قناه الحدث بتشكرك على وجودك معانا النهارده. اتشرف يا وعايزه اقول لك انت فنك حلو قوي، وسيبك من اي حد بقى. يعني انا عارفه ان انت شخصيه قويه جدا، بس انا يعني ليه عتاب عليكي بقى يا دودو؟ ليه؟ قعدوا يقولوا دولي شاهين يا جماعه صوتها متدلع، بتقول اغاني خفيفه شويه، مش عارفه ايه. مع ان انا شخصيا اتسلطنت منك، بتعرف تسلطن، بتعرف تبدع. عايزه بقى اخدك بسرعه كده بسرعه، علشان يعني اسئله كتيره جات لي على الصفحه، وقالوا لي اول سؤال تساليه عشان احنا عايزين نعرف الفنانه الشقيه الدلوعه دي ازاي وهي اي شخصيه، شخصيه الام ولا شخصيه الفنانه القويه؟ انت فين اكتر واحده فيهم، وازاي بتكوني يعني عايزه اعرف المشاهد دول شاهين الام بقى. شايفه نفسك اكتر يعني الشخصيه القويه اكتر؟ هل بتكوني قويه قوي في تربيتك مع البنت او ام بشكل عام، ولا انت شايفه ان انت لا انا شخصيه عشان عمليه اكتر، بتعامل في وسط كبير، بسافر، بروح حفلات، بروح هنا بروح هنا؟ يعني السؤال ده اتسال لي بصراحه من اكتر من حد على الصفحه، فقالوا لي ارجوكي اسالي الاستاذه دولي. بصي، ما فيش مقارنه ما بين الام والفنانه، يعني هم مش شبه بعض.